نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الشيخ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. واش البلاد نقدر نهاجر ليها؟ البلاد الأولى اللي تجيك في الطريق، البلاد الأولى، أول بلاد هاجر ليها. قل أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. مرحبا بالمناضل سقلاب، تحياتنا. تموشنت والحدادة. تبون دورها عدا سلوبيا يا أخي نيفو، تبون دورها عدا سلوبيا يا أخي نيفو، يا والله نيفو منحط صح. ما رأيك في عودة بشار الأسد للجامعة العربية، وهل انتهت الثورة السورية؟ سأحكي لك قصة حدثت معي شخصيا. كان حينها عمري 21 سنة بمدينة رسول الله، في أطراف المدينة مسجد اسمه مسجد بدر العتيبي، بمنطقة اسمها مزرعة بئر عثمان رضي الله عنه. دورة علمية مشايخها هو الشيخ عبيد الله الجابري رحمة الله عليه، توفي العام الماضي، والشيخ عبد الله البخاري، والشيخ سليمان الرحيلي، وبطل قصتنا هو الشيخ محمد بن هادي المدخلي. كان يشرح لنا كتاب شرح الإبانة على أصول السنة والديانة. شرح هذا الكتاب هذا، بعد نهاية الشرح يرد على الأسئلة. مجموعة من الشباب السوريين في بداية الثورة، كان لازال يعني مظاهرات خفيفة في درعا، لم يقصف بشار الأسد ولم يقتل، وكانت بداية مظاهرات خفيفة. سألوا مجموعة من الشباب طلاب العلم السوريين الشيخ محمد بن هادي المدخلي، قالوا له: يا شيخ، ما رأيك في الثورة السورية ضد النظام البعث السوري؟ وبدأوا يعددون طوام وكفريات بشار الأسد. فقال لهم: نعلم كل هذا، ولكن هل تملكون طائرات للخروج عن بشار الأسد؟ قال لهم: إن لم تكونوا تملكون طائرات للخروج عن بشار الأسد فلا تخرجوا عنه، وأذني تسمع قسما بالله. استغربوا، قالوا: يا شيخ، ما دخل الطائرات؟ قال: خروجكم عن بشار الأسد فيه مفسدة أكثر من المصلحة، ستفسدون في أمر دينكم ودنياكم، سيقصفكم بشار بالطائرات، والله العلي العظيم، والله على ما أقول شهيد، سمعتها بأذني، ولم يكن بشار الأسد حينها رمى برميلا واحدا على شعبه. مرت 10 سنوات، قصف بشار الأسد شعبه، قتل 1,000,000 شهيد رحمة الله عليهم، شرد 5 ملايين شخص، وعاد منتصرا إلى جامعة الدول العربية في حضن الحكام العرب طبعا الذين لا يهمهم الشعوب أصلا، وانتصر بشار الأسد. علماء الشرع وعلماء الإسلام يختلفون عن علماء الفيزياء وعلماء الطب وعلماء الشرع. فوق العلم وفوق الحفظ وفوق الذكاء وفوق الحكمة التي أعطاها لهم رب العالمين، أعطاهم ميراث الأنبياء وبصرهم للحق، يرون ما لا يرى العوام، ما لا يرى عوام الناس. لهذا نصحنا رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم في إرجاع أمور ديننا ودنيانا إلى العلماء، والأخذ بنصيحة العلماء. سبحان الله. ديروا لنا البارطاج والتكبيس يا خوتي، رانا 140 لازم 140 بارطاج. هيا يلا ورونا 140 بارطاج خوتي. منين جاتو ولي أمر عنده 6000 ناقض من نواقض الإسلام. تبون شنقريحة مثلا، بومدين تقدر تسميه ولي أمرك؟ بومدين شيوعي ملحد، كيف تسميه ولي أمر؟ رئيس وخلاص، رئيس يعني تعاملوا بدولة مدنية وخلاص وسيبون وانتهى الأمر. رئيس، ما تزيدلوش فوق كلمة رئيس. ولي أمرك، عباك وش معناتها ولي أمرك؟ ولي أمرك لما يرفع راية الجهاد تموت معاه. أشكون تراك مستعد تموت مع تبون، ولا تموت مع شنقريحة، ولا تموت مع، على بالك ولي الأمر وش معناتها؟ ولي الأمر كي يقول لك ما نخلصكش تخدم باطل، يجب السمع والطاعة. ولي الأمر الشرعي. عباك توما ولي الأمر كلمة غير سهلة هكذاك، عباك ولي الأمر غير ما تعارضوش وخلاص.
اسكو انت راك مطبق ضوابط ولي الامر نتايا في حياتك؟ على بالك باللي الزبل لابوبال ولي الامر الشرعي الذي اتى بشرعيه الكتاب والسنه. على بالك باللي لابوبال الفروج تقطعوا راك خالفت ولي الامر، وهذه معصيه. الفروج لو كان تقطعوا ما تحترمش غير اشاره المرور، هنا راك خالفت ولي الامر الشرعي. اما هذو رياس، مجرد رياس. لو كان يقول لك هيا تجاهد معايا في مالي ولا في النيجر تروح معاه، اذا ما رحتش معاه على بالك واش معناتها في حكم ولي الامر الشرعي؟ تولي يوم الزحف، التولي، وهذه كبيره من الكبائر. اذا اعلن ولي الامر مثلا الجهاد وانت ما رحتش معاه، اسكو شي قريحه مثلا لو كان يقول لك اروح رفد معايا السلاح تروح ترفد معاه، تروح لجهنم ديريكت، تروح لجهنم. كيما اللي يرفدوا السلاح مع نزار صح معليش بالعقل نتاعك انت. هذو اللي يقول لك ولي امر وكذا ويجب طاعته، عليه السلفيه المدخليه ما يرفدوش السلاح مع ولي امرهم نزار والتوفيق. على ما يرفدوش معاه السلاح وهذاك اللي دار مدارك النظر، كتاب تاع مدارك النظر واسمه عبد المالك رمضاني دار كتاب تاع مدارك النظر باش يهبط هذوك الجهاديين اللي كانوا في الجبل، باش يهبطهم من الجبل. بالرغم من اني انا عندي قناعه بانهم الجماعات الارهابيه اصلا كرياهم التوفيق وجماعته، ولكن سواديزو معليش نقولوا صح مجاهدين يا سيدي، نعتبروا صح انهم صح مجاهدين. طيب كانوا ضد ولي الامر اللي هو نزار والتوفيق والعماري هذاك الوقت، محمد واسماعيل وهلم جرا من الطغاة، منهم من هلك ومنهم من لا يزال حي.